وسهلا فيكم. الافتتاح والدامات التي تحدث في افتتاحيات اللعب. الافتتاح هي المرحلة الأولى من المراحل التي يمر فيها الشوط كما جاء في كتاب لعبة الدامة للحاج محمد علي الدعوق. المرحلة الأولى هي مرحلة الافتتاح، ثم مرحلة أواسط اللعب، ثم مرحلة نهاية اللعب. الافتتاح هي المرحلة التي تبدأ بها البيادق في الانتشار إلى أن تصبح في وضع جهوزية فاعلة، وفيها صراعات من أجل التمركز في خانات قوية واكتساب مساحة وافية. ثم تأتي مرحلة أواسط اللعب، وفيها تكون البيادق في وضع تصادمي مع البيادق المقابلة، وهذه المرحلة راح يكون لها نصيب الأسد في قناتنا، لأن فيها أو تحدث 22 نوع من أنواع الدامات أو أكثر، وكل نوع إن شاء الله راح نخصص لها مقطعين على الأقل. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة نهاية اللعب، وفيها تكون البيادق قليلة، يعني 7 ب7 إلى 3 ب3، وراح يبين فيها لعب الدقة ولعب الحملة. نرجع الحين في لعبات افتتاحيات اللعب، شوفوا معنا. في لعبة تصير بالافتتاحيات اسمها الدامة السريعة، تصير بالشكل هذا. بعد نقلتين الحين صارت الدامة. وصل إلى الدور السابع وما تنقص. شكل آخر من الدامة السريعة، أيضا واحدة واحدة. وتصير أيضا عندنا دامة الاثنين بطريقة الجر. هذه هي الجرة، اني جريت الحجر. هذا شكل من أشكال دامة الثلاث. دامة الثلاث بطريقة الركب. الآن الأسود مخير، إما ياكل الحجر أو الحجر. في الوضعية نفس الشيء، ما تفرق، ويقول لك إيش، فيركب على حطبتين. دامة الثلاث بطريقة الشكة أو المقص. ياكل 1 2 3 4. دامة الأربع، وسميت بدامة الأربع لأن تضحي ب4 حطبات في سبيل أنك تطلع دامة. شكل ثاني من دامات الأربع. نوع ثاني عندنا من دامات الأربع، وهي تسمى عندنا بدامة النباطة. والسبب أن الشكل هذا كأن النباطة الأداة التي يصيدون فيها الطيور الأطفال، فسميت على النباطة لهذا السبب. دامة الخمس بطريقة أم مطراق. وأم مطراق يعني الإطراق معناه الكف كما احنا نسميها،
لا أعلم بالضبط سبب هذه التسمية، ولكن لعله فيها مفاجأة للخصم وكأنه قد ضربه كف. دامة الخمس بشكلها المعتاد. شكل من أشكال دامات الخمس. أيضا من أشكال دامات الخمس نفس الفكرة. أيضا هذه دامة الخمس بطريقة النباطة. طبعا ما يقدر ياكل بالحطبة، لازم ياكل بالشيخ. ليش؟ لأن بالشيخ فيه الأكثرية. بالنسبة حق دامة الست، هذا الشكل المعروف لدامة الست، ثنتين ويرد بواحدة، بعدين يعطيه ثلاث. شكل آخر من دامات الست، من الدامات اللي تصير بالافتتاحيات دامة المحتارة. الحين صارت اللعبة بهالطريقة، ثلاث وكش يركب. وسميت محتارة لأنها تخلي دامة الخصم محيرة، ما لها دار تقريبا. الحين إذا قال دامة يرجع شيخه، يقول له أكل وياخذ الدامتين. وصلنا معاكم إلى نهاية المقطع، نلقاكم بإذن الله في الجزء الثاني من افتتاحيات اللعب. في أمان الله.